بلاغ غريب بيوصل لشرطة مدينة نصر إن في ريحة قاتلة طالعة من أحد الشقق. الشرطة بتتوجه للمكان وبتقتحم الشقة، والمفاجأة إن أول ما الشرطة فتحت باب الشقة لقت شخص قاعد بيشرب شاي وجنبه جثتين وعمال يبتسم. الواقعة دي حصلت سنة 2015 في مدينة نصر في القاهرة. الشرطة وصل لها بلاغ من الجيران عن ريحة كريهة جدا جاية من شقة بالدور التاني، ولما اقتحموا المكان الصدمة كانت مرعبة. جثتين متحللين مرميين في الصالة، والقاتل قاعد قدامهم بيشرب شاي. القاتل اسمه حسام، موظف بسيط عنده 34 سنة، والضحيتين كانوا أصدقائه وكانوا بيشتغلوا معاه. واحد منهم كان رافض يرجع له فلوسه، والتاني كان بيهدده يفضحه في الشغل بسبب تصرفاته العدوانية. في لحظة غضب حسام جاب سكينة وانهال عليهم لحد ما ماتوا، وبدل ما يهرب قفل الباب على نفسه وقعد 3 أيام وسط الجثث بياكل ويشرب وينام، وريحته وريحة الموت مالية المكان، لحد ما الجيران ما استحملوش وشموا الريحة واتصلوا بالشرطة. ولما سألوه ليه ما سبتش الشقة وهربت قال ما كانش عندي مكان أروح له، كنت مستني حد يخلصني من المصيبة اللي أنا عملتها دي. لو شايف إن الجريمة دي أفظع من الخيال تابعنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان اللي جاي أجمل بكتير.